يا صباح الفل والعسل والياسمين. صباح العسل يا حبايبي عليكم كلكم. النهارده هنعمل مع بعض فطار جميل كده بطريقه سهله وحلوه وبسيطه، وكل عيالك هيحبوه. احنا معانا طماطم مقطعه وفلفل متقطع وجبن موتزاريلا على شيدر على تركي يعني مشكل. هنجيب بيضتين وهنضربهم. هتقولي لي هتعملي كريب، هتعملي شاورما، هنقول لكم لا، بعيش السوق عادي خالص، وهنعمل فطار جميل كده وحاجه مختلفه والعيال هيحبوه. احنا معانا بيضتين ضربناهم وحطينا عليهم فلفل اسمر، هنحط عليهم جزء من الطماطم اللي احنا مقطعينه وجزء من الفلفل على حبة من الجبن اللي هي المشكلة دي. ومعانا طاسة فيها معلقتين زبدة هنسخنها ونبتدي نحط الخليط اللي احنا عملناه. هنفرغ كده من الجناب كده عشان تستوي كلها. احنا اصلا مش هو ده الفيديو اللي احنا كنا هنصوره على فكرة، ولا كنت انا هصور، يعني انا كنت قاعدة كده قلت العيال عايزين يفطروا اي حاجة غير الفول والفلافل وكده، فقلنا هنعمل لكم ايه. عملت لهم كريب كام واحده كده، كان عندي كوبايتين دقيق وكوبايه ونص ميه، وعملت لهم كانوا عملوا 6 كريبات او 7 كريبات معايا. حطيت ميه على الدقيق والملح وقلبنا وضربتهم كلهم في الخلاط وانا واقفه كده، رحت عامله الكريب وركناه، وكنت بقلي في البطاطس على اساس ان انا هنعمل فطار عادي كده. فشهد قالت لي يا ماما ايه، مش هيكفي نزود. فرحت مطلعه العيش المفروض دوت، وقلنا نعمل مع بعض ايه، طريقه حلوه كده. بصوا حبايبي، هتسيبيها لما تستوي خالص. بصوا انا بعمل لها تيست كده، بشوفها كده، طالما هي لسه سايحه كده انا بفرغ لها من النص كده عشان تستوي كلها، لان احنا هنقسم الخليط دوت اتنين. بتنزلي اللي لسه ما استواش كده من الجناب كده عشان كله يستوي. هنبتدي نفرغ لها كده عشان نعرف نلمها في العيش او ناخدها على رغيف العيش اللي احنا هنعمله دلوقتي. بصوا كده، احنا جبنا رغيف من السوق اهوت، طبقناه اتنين. بص انا المقطع ده اتحذف مني يعني. وهنحط في نفس الطاسة اللي احنا شغالين عليها، وهنجيب الرغيف التاني برضو نقسمه اتنين كده على ظهره زي ما قلت لكم، زي ما شفتوا كده. وهنبتدي نحط المكون التاني، بيبقى الرغيف مليان معاكي وجميل، وطعم الجبن فيه في منتهى الجمال. على فكرة انت لو عندك زعتر ممكن تحطي عليه، لو عندك عود كزبرة خضراء او بقدونس ممكن تحطيه عليه، بس انا ما كانش موجود عندي. قلت لكم زي ما قلت لكم كنا الصبح كده وقلنا نفطر حاجة مختلفة ومن الموجود في البيت. هنبتدي نحطه في الطاسة كده ونبتدي نقلبه شمال ويمين لحد ما ينشف خالص. كده احنا طلعنا معانا اول رغيفين. هنبتدي نحط الخليط التاني، احنا عملناهم ب4 بيضات. الجبن اللي بتبقى موجودة في التلاجة دي بيبقى عليها عامل برضه، الحاجة لما بتبقى موجودة عندك في التلاجة بتقومي ما بتبقيش ناعية، أهم حاجة. بصوا بتبتدي بتسويها كده شمال ويمين، لأن احنا لما بنحطها في الرغيف يا دوب الرغيف بياخد تشميعة بس شمال ويمين كده عشان يبقى ناشف معاكي كده وانت بتاكليه، بيبقى مقرمش وناشف كده وطعمه زي العسل. هنبتدي نقسمها كده ونبتدي ناخد الجزء ده. بصوا بقى احنا فرغنا لها ده وطلع سليم ازاي، وهنحطه على رغيف العيش. طبعا انا بشتغل بسرعه وبشتغل وانا مرتبكه، كان اياد ايه جنبي وما كناش عارفين اصلا نشتغل ولا عارفين نصور حاجه. وفي نفس الطاسه بقى كده هنجيب الكريب. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله اهو، 4 5 6 7 كريبات زي انا ما قلت لكم بالظبط اهو. بسم الله. وهنجيب بقى البطاطس بتاعتنا اللي احنا قالينها، والخيار ده انا مملحاه في البيت، وهنحط جزء من الجبنه الموتزاريلا او البشر الجبن اللي موجود عندك. عندك موتزاريلا ماشي، رومي ماشي، شيدر ماشي، انا عندي كان عندي المشكل اللي قلت لكم عليه. وفي نفس الطاسه كده وتلفي وتركني وتلفي وتركني وانت واقفه.
فطار جميل كده وسهل وخفيف وبسرعة. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الحاجة جميلة ازاي وبتشد معانا ومقرمشة وحلوة وناشفة. بصوا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك، كومنت حلو وشير، وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد.